ينفذ جريمته. أكل آيس كريم واستخدم كمبيوتر الأب وألف في أوراق العيلة ونظف نفسه من آثار الدم وآثار الجريمة، وخرج الصبح وحرفيا ما سابش أي بصمة مفيدة، بس ساب ملابسه اللي عليها دمه ودم الضحايا. الشرطة جابت 12,000 بصمة، ولكن ولا أي شيء، ولا خيط واحد يوصلهم لمين اللي عمل كده. والجزء التاني الغريب في الحكاية دي إن القاتل مسرقش أي حاجة ولا حتى حاول يخفي جريمته، والناس قالت وقتها إن في حد سايكو أو مجنون هو اللي دخل وعمل الجريمة دي، طبعا نظرا لبشاعة الموضوع. بس في نظرية اتعملت عن الموضوع هي فعلا مرعبة جدا، وهي إن القاتل كان تابع لمنظمة سرية بتعمل تجارب على البشر بشكل عشوائي، وقتل العيلة دي كان جزء من تجاربهم. بس لو ده حقيقي فكده القاتل مش شخص، ده كده القاتل مشروع. فاللي حصل إنه